السلام عليكم ورحمة الله تعالى إخواني الكرام. مرحبا بكم إخواتي الزوار. اليوم نقدم لكم بعض المعلومات القيمة والتي نقلناها عن أحد أشهر الهواة في الوطن العربي، وهو الهاوي السعودي عبد الرحمن المرجان. والآن نترككم مع الموضوع. نبدأ بإذن الله إخواني. الحمد لله، وجدت بعض من المذكرات الخاصة بالحمام، ورأيت أن أشارككم بعض من المعلومات والخاصة بتجهيز الحمام للسباق. جدول التجهيز يتكون من 60 يوم عمل قبل أول سباق. اليوم الأول أعمل على جمع الحمام للتسجيل، وفي نفس الوقت أقوم بالتقطير في أنف الحمام لتنظيفه وفتح مجاري الهواء بعد أن قضوا فترة طويلة بدون طيران جيد. قطرة الأنف للحمام المعروفة لديك. طبيعي بعض من الحمام أجسامها غير مرتاحة بعد تغيير الريش، ولذلك أعمل على توفير ماء للاستحمام لها، وكذلك للتخلص من الوزن الزائد لدى بعض منها بإطعامهم في الصباح الوجبة المعتادة، وفي المساء يقدم الشاي فقط. أعمل ذلك لمدة أسبوع كامل. اليوم الثاني طيران حر طوال اليوم مع تقديم دواء تيراميسين 1 جرام لكل لتر للماء ليشربه الحمام. اليوم الثالث والرابع والخامس كما في اليوم الثاني. اليوم السادس ماء صافي أو مع فيتامين، والعمل على إجبار الحمام على الطيران حول البيت مرتين في اليوم صباحا ومساء، وعدم السماح لهما بالنزول سريعا. عادة سوف يأخذ الوقت للوصول إلى مستوى الطيران إن لساعة كاملة حول اللفظ لمدة من 6 إلى 10 أيام. اليوم السابع هو يوم كامل لعمل تطهير للمحاكر، وكذلك الحمام بمبيدات القمل. اليوم الثامن يقدم دواء تيراميسول 2 جرام على لتر ماء للحمام للشرب طوال اليوم. اليوم التاسع يرجع الحمام لنظام التغذية المعتاد، يوقف إعطاء الشاي في المساء، وكذلك نبدأ بعلاج الحمام ضد الكوكسيديا والملاريا إعطاء 2 جرام من إمبازين لكل لتر من الماء. اليوم العاشر والحادش و12 و13 كما قبله من طريقه في اليوم 9. اليوم 14 فيتامينات في الماء فقط. اليوم 15 تقديم دواء تيراميسول مع إضافة الشاي له، وكذلك هو الوقت المناسب لإعطاء اللقاح الجذري والباراميكسول للحمام. اليوم 16 يبدأ علاج الكونكور لمدة 5 أيام أو تريكومونوز. اليوم 21 ماء مع فيتامينات صباحية وتيراميسول مع شاي في المساء. اليوم 22 اليوم يجب أن يكون الوقت قد حان للبدء في التمارين، ومن علاماتها هو غياب الشبابات في الطيران عن منطقة اللفظ، وخصوصا أنه بقي حوالي 40 يوما للسباق الأول. نبدأ اليوم بعلاج جهاز التنفس الدواء حسب معرفتك. اليوم 23 و24 نفس طريقة يوم 22. اليوم 25 أعطي شراب التونيك. اليوم 26 و27 فيتامينات في الماء. اليوم 28 تيراميسول مع شاي حمام في الماء. فيروكسيزين. اليوم 29 وبداية علاج ضد البراتوفيد، ويستعمل إخواني الكرام على الأكل من منتجات فابري. أما الآن لا تستطيع البحث عن أي منتج يوفي بالغرض. اليوم 30 و31 و32 نفس الطريقة السابق. اليوم 33 تونيك مع الماء. اليوم 34 فيتامينات في الماء. اليوم 35 تراميسول مع شاي حمام في الماء. اليوم 36 الآن يمكن السماح بالتزاوج للحمام لكون الحمام في كامل نشاطه، وأنت سوف تلاحظ ذلك. ويمكن الآن البدء بعلاج أو ما شابه لمدة 5 أيام. الكوريزا بإعطاء دواء. اليوم 41 و42 تونيك مع فيتامينات القوة مع فيتامين سي. اليوم 43 هو لعلاج الديدان، ويفضل أخذ الحمام وإطلاقه من مسافة 40 كيلومتر، وحين رجوعه يجب أن لا يشرب الماء لمدة ساعتين، ثم يقدم له الماء بعد ذلك مضافا له علاج الدود في المساء. يقدم له الماء مع العسل مع ملاحظة عدم السماح للحمام للخروج طوال اليوم. اليوم 44 الحمام سوف يكون غير راغب بالتمارين ومتضايق، لذلك اتركه يطير طيران حر طوال اليوم، وقم بتنظيف اللفظ وتعقيمه وتقديم دواء تراميسين مع الماء. اليوم 45 و48 هو يوم للبدء بعلاج الإسهال أو أي كولاي باستعمال دواء لمدة 4 أيام. فوراسول
فلوراتودون كامازون أو أي دواء آخر تعرفه، سوف تلاحظ تغير أشكال مخلفات الحمام، بالإضافة إلى ملاحظتك لازدياد نشاط الحمام وتمتعه بالصحة. إخواني الكرام، نترككم خلال هذا الموضوع الذي ستستفيدون منه كثيرا، وسنتتم أكملية الموضوع في الحلقة المقبلة إن شاء الله. لا تنسوا لا تنسوا الاشتراك في قناة حمزة الزمام. كل شيء يتعلق بالحمام الزاجل ستجدونه في قناتي. كل معلومة أعرفها سأشاركها معكم. ما عليكم إلا الضغط على الفيديو إلا الضغط على لايك في الفيديو إذا أعجبكم الفيديو، أو الاشتراك في القناة. وشكرا لكم جزيلا إخواني الكرام، في أمان الله وحفظه. كنتم مع حمزة الزمامدة، أخوكم المولوع الجديد. شكرا لكم جزيلا.